تعالوا احكي لكم عن اكبر بطولة حرام حققها نادي الزمالك بالرشوة للحكم الجنوب افريقي بطرس ماتابيلا. تعالى الاول اعرض لك حالتين كده في الماتش هيفهموك الماتش ده مش ازاي. الاولى على ايمانويل لاعب الزمالك زي ما انتم شايفين اهو، من غير ما اتكلم محضر في الاسم قدام عين الحكم المرتشي، مش ضرب عادي، ده واحد في خناقة بيدي واحد بالنص، يعني من المفترض كارت احمر، وكمان اللاعب ده يتوقف له شوية ماتشات حلوة كده، ولكن اللعبة دي خلصت انذار لايمانويل لاعب الزمالك وخلاص على كده. والله زي ما بقول لك كده. خلص هنا بقى؟ لا طبعا. بص معايا اللعبه دي بعدها على طول محمد يوسف قطع الكوره من لاعب الزمالك بدون اي اخطاء تماما، ورايح بكوره خطيره، مدافع الزمالك جاب رجله وهو واقع من ورا، وعرقله واضحه، يجي الحكم يجري ويحسب فاول للزمالك. يكتفي بقى الحكم المرتشي لحد كده؟ لا طبعا. وكمان كارت احمر لمحمد يوسف اللي بقى واقف مذهول مش مصدق نفسه، هو ايه اللي بيحصل ودول مين وايه اللي جابني هنا واحنا في بطولة ايه وايه الحكم الفاجر ده. المهم ان الماتش ده انتهى 1-0 للزمالك، والاهم ان هم ما اكتفوش بكده وبس، لا يا حبيبي، ده نزلوا عقوبات كمان على محمد يوسف عشان خد كارت احمر، وكمان على ابراهيم حسن ووقفوه لمدة عام كامل. وقفوا ابراهيم حسن لمدة عام كامل بسبب اشتباكه مع الحكام ومع مراقب المباراة اللي كان من بوتسوانا وقتها، وكان الطقم كله طقم مرتشي عايز يدي البطولة للزمالك وواخدين حق الماتش. والاهلي بعد الماتش ده رد قاطع وانسحب من كل البطولات بتاعة الاتحاد الافريقي، ودي كانت مواقف صالح سليم اللي مش اي حد يقدر يعملها. كنا بنشوف مرتضى لما كان بينسحب ويرجع تاني في نفس اليوم، ولكن صالح سليم كان غير، ما بيفرقش معاه حد، ما يفرقش معاه رعاية، ما يفرقش معاه حد، وفعلا انسحب ووقع الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا بعد انسحاب الاهلي من البطولات بتاعته، وارسل ده بشكل رسمي لاتحاد الكوره، وتم بعدها تغيير شامل في الاتحاد الافريقي على مستوى البطولات. وعام 2004 اعتقل الحكم المرتشي صاحب البطولة الحرام في أكبر قضية فساد ورشاوي، وثبت عليه تقاضي أموال من بعض الفرق في بعض مبارياته، طبعا مش الزمالك يعني. طيب نيجي نشوف كده اعترافات بعض لاعبين الزمالك في الفترة دي وقبلها بدفع رشاوي للحكام عشان ياخدوا ضربات جزاء، وكمان يتحسب لهم كروت حمراء للفريق الخصم. يلا بينا. قول يا كابتن فاروق، قول انا سامعك وما تتكسفش، قول كل اللي في نفسك. عشان نخلص البرنامج. زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه تانية، مش احنا بس، ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا. سمعتوا كابتن فاروق جعفر كان بيقول ان هو بيروح يقعد مع الحكام ازاي هو والاداره، ويقول لهم انتوا عايزين ضربه جزاء ولا عايزين ايه بالظبط. ده واحد من اساطير نادي الزمالك، مش انا اللي جايبه من البيت، عشان بس تصدق قصه السوبر الافريقي بتاعت سنه 94 اهو، هو ده اللي حصل بالظبط، وكابتن فاروق جعفر بيحكي مش انا اللي بقول. طب تيجي كمان نسمع واحد تاني عشان ناكد بقى، ناكد ان هو فعلا البطولات مش حلال ولا حاجه زي ما بيقولوا. تعالى نسمع كده كابتن رضا عبد العال الجهبذ بتاعنا اللي عمال يقول بطوله حلال، وايوه يا عبد الله، اول بطوله حلال يا عبد الله. اسمع كده، اسمع كابتن رضا عبد العال بيقول ايه. بجد والزمالك والله، والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك، هو كان زملكاوي، كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه، اوعى في ال 18، يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، قول تعالى اقف، والله اقف، تقف يقول لك ايه، خش ال 18 ارمي نفسك، فاهم؟ سامع يا عبد الله يا سعيد؟ هي دي البطولات الحلال. افرح بقى، عايزك تفرح بالبطوله الحلال كده. بيقول لك كان بيقول لنا اقع ومش عارف ايه، فنقع فناخد ضربه جزاء. دي البطولات الحلال اللي الزملكاويه بيتكلموا عليها، ودول اتنين من اساطير نادي الزمالك اللي بيدافعوا عن نادي الزمالك ولعبوا في نادي الزمالك وبيحملوا اسم نادي الزمالك، وهم بيتكلموا ويفضحوا نادي الزمالك ويقولوا ان هو نادي مرتشي، ونادي كان بيقعد مع حكام، ونادي كان فيه حكم بعينه بيقول له اقع جوه منطقه الجزاء عشان احسب لك ضربه جزاء. هو ده نادي الزمالك، وهي دي البطولات الحلال. وفي شويه كده هيدخلوا يشتموا في الكومنتات وبتاع، دول سيبك منهم، مش عايز اسمع بقى تاني كلمه بطولات حلال وبطولات حرام، كلام الغريب دوت، عشان الحقيقه باينه وواضحه زي ما احنا شايفين، مش في الفيديو ده، في الفيديو ده واللي قبله واللي قبله واللي قبله. مفيش حاجه اسمها بطولات حلال وبطولات حرام، لان انتوا بطولاتكم كلها حرام باعترافات اساطيركم، وكمان بالاثباتات والادله زي ما احنا جبنا في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي قبل كده. تنساش بقى لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو، وتعمل كمان فولو للبيج، وتعمل شير للفيديو عشان توري اخواتك الزملكاويه البطولات الحلال بتاعتهم كانت عامله ازاي. وبس كده.